ناوشني يبني الطين خلى استر الحال، ستر العرض مطلوب أكثر من المال. من أجمل الأبيات الدارمية اللي أسمعها بحياتي، ولها معاني وعبرة، ونفتقد والله يعني هالوقت لمثل الأبيات اللي يكون لها معاني وتغزر يعني. فماني مطول عليكم. القصة تقول إنه أب وابنه كانوا يعبرون حوش أو حائط للبيت، خلينا نقول. فالأب شاف ابنه تعبان ويزخ عرق وحيل تعبان، يعني الولد مو متعود على هذا الشغل. فأبوش قال له: يا وليدي أدرى الطين نشف لهاتك، عف يا ابني بس الحوش ستر الخواتك. رد الابن على أبوه قال له: يا أبويا شغله وياك تدرش حالاته، هل ما يحس بالبيت يخسر خواته. رد الأب عليه قال له: ناوشني يبني الطين خلى استر الحال، ستر العرض مطلوب أكثر من المال. ستر العرض مطلوب أكثر من المال. فهالوقت كثير ناس مضيع المال ومضيع العرض، الله المستعان. سلامتكم.